الحمد لله العربية هنا اهو. هنعمل ايه؟ نكلمهم ولا نستنى نص الليل؟ مش عارف. انا احسن ينزل. بقول لك يا مسعد، انت متأكد اللي انت بتعمله ده صح؟ اصل في الاول والاخر اخويا بسمة دي تبقى ام بنتك. هي صحيح في الاخر يعني متجوزاه في السر بس عشان تحافظ على بنتها، بس انا وانت عارفين ان هي مش بتعمل حاجة حرام. انت فكرك يعني اني بعمل كل ده عشان افضحها؟ انا بعمل كده بس عشان اجبرهم يطلعوا ورقة الجواز. ولا عاجبك انها تفضل متهنية مع البيت بتاعها وانا اتحرق بجاز واتحرم من بنتي؟ خلاص يا عم، وحد الله وحد الله. الو، السلام عليكم. مع سيادتك مسعد عبد الحميد. كنت عايز اقدم بلاغ في طليقتي. بتطلع رجاله غريبه البيت عندها، في البيت اللي هي عايشه فيه هي وبنتي يعني، اللي هو مسكن الحضانه لا مؤاخذه. يلا تعالى الأكل جاهز. انت مصرة بقى يا حبيبتي، عندي ميعاد بدري وعايز الحق انام. ميعاد بدري؟ طب ما انت لو هتنزل بدري قبل ما الولاد يصحوا ما تبات هنا. ايه ده؟ انت اللي تطلبي مني ان انا نكسر القواعد؟ لا، انت لو هتنزل بدري قبل ما ريم تصحى ولا كسرنا القواعد ولا حاجة. ما انا برضه مش هصحى بدري قوي كده، وبعدين عايز اعدي على المطبعة قبل المشوار بتاعي ومن هناك هيبقى اقرب. ماشي طيب، ما دام مصر كده يبقى نتعشى قبل ما تنزل. يلا ها. حاضر 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 يلا. حاضر حاضر اهو يلا. يا سلام، ولا تحب تقعد هنا ولا هنا؟ يا سلام، ده كلام كبير ده. صح. تسلم ايدك. طب ايه؟ مش هتأخروا كده؟ تسلم ايديك يا حبيبتي، تحفة تحفة والله، ما كنتش عارف ان انا جعان قوي كده. عشان تعرف بس ان انا حاسة بيك. بالهنا والشفا. طب يلا، اقوم الحق انا بقى اغير هدومي وانزل. ماشي. الله. طب هنعمل ايه؟ مش عارف. طب بقول لك، اروح اثبته لغايه اما الناس تيجي. لا ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يبقى فوق. ما خربت كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طالع تاني؟ شكلها كده. دي حاجه يعني ولا ايه؟ يا عم ينسى اللي ينسى، احنا مالنا، المهم انه يبقى فوق. يا رب نلحقه بقى المره دي. في ايه؟ نسيت محفظتي جوه. طيب روح بس. مسعد ومنعم اخوه معاهم ناس مين؟ معرفش. انت متاكد انهم جوه؟ امال يا باشا، ما احنا هنتبلع الخلق. حاجه احنا بنتكلم واحنا مالين ايدينا لا مؤاخذه. بس انت شكلهم بوليس. اهدي بس، اهدي. هنعمل ايه؟ مش هنفتح. مش هنفتح. مش هيعرفوا يخشوا بالعافيه. افتحي يا هانم، افتحي وري الحكومه اللي بتعمليه في بيت الحضانه اللي فيه بنتي. يا استاذ مسعد مش كده.
معذور يا باشا، معذور. ربنا ما يوري حد النار اللي انا فيها. في ايه يا حضرات؟ بنتي جوه يا محترم، وطليقتي اللي هي امها واللي واخده حضانتها بتجيب رجاله البيت، وانا جايب الحكومه عشان تشوف وتثبت. يا نهار اسود يا معتصم، هنتفضح. خلي بالك لو اللي بتقوله ده مش مظبوط هيتعمل لك محضر تعدي. نشوف سيادتك حالا، شوف. اعمل ايه؟ خش جوه وانا هفتح. مش هخش جوه. ميري متخافيش حبيبتي، خشي يلا على اوضتك، يلا على اوضتك. تقول لهم ايه؟ جاي اشوف يونس. شوفي في الوقت ده. ممكن تدخلي جوه بقى وكفايه كده. ادخلي جوه من فضلك. حاضر. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. اؤمر. لو سمحت يا الاستاذه بسمه محمود عايشه هنا؟ ايوه يا فندم، بس البيت ده باسمي. انا معتصم المسيري، ومدام بسمه هتبقى طليقتي. طب وطالما انها طليقتك مش مراتك، بتعمل ايه في بيتها دلوقتي؟ انا جاي عشان اشوف ابني يا فندم. اعتقد ده حق القانوني في الرؤيه. رؤية السعادي؟ الله يا سعاده الباشا، اللي انا عارفه الرؤية دي تبقى في نادي، مكان عام، تبقى في نهار ربنا، مش في نصوص الليالي والبيوت. والله يا فندم اللي انا اعرفه انه من حقي انا وام ابني ان احنا نحدد ميعاد الرؤيه حسب ما نتفق. واعتقد يعني ان الوقت مش متاخر ولا حاجه. ده لو لوحدها، بس ده مسكن حضانه بنتي. ما ينفعش سيادتك بنتي يبقى داخل خارج عليها راجل غريب في اي وقت كده. هي بنت الاستاذ عايشه هنا فعلا؟ ايوه يا فندم، بس هي نايمه جوه. حلو، يبقى سيادتك اتاكدت ان كل كلمه بقولها مظبوطه. تثبت لي بعد اذنك بقى في محضر ان الهانم فاتحه مسكن الحضانه للرجاله وكل من هب ودب. اخرس يا حيوان. انا الحيوان يا 60 حيوان. بس ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. ده انت الغلط راكبك من ساسك لراسك. خلاص. بتنجح. طيب انا دلوقتي مضطر اعمل محضر بناء على طلب الاستاذ، وهثبت فيه الموضوع بالظبط. يا حضرة الضابط، أستاذ معتصم ومدام بسمة دول جيراننا من زمان، ودول ناس أخلاقهم زي الفل. أكيد في سوء تفاهم. مفيش سوء غير اللي بيحصل يا محترم. الناس دي مستغفلينكوا لا مؤاخذه، عاملين فيها متجوزين وهم اصلا متطلقين عشان يمشوا في البطال. اخرس! ده كلام فارغ. انا وبسمه متجوزين. ومش حضرتك لسه قايل انها طليقتك؟ انا وبسمه فعلا كنا متطلقين، بس رجعنا اتجوزنا تاني، ورقه الجواز عندي جوه. ممكن اشوفها؟ اكيد طبعا. ليه؟ ليه يا معتصم كده؟ مش هينفع اللي انت بتفكر فيه ده، مش هينفع. معتصم انت سامعني؟ سامعني بقول لك مش هينفع. وعي بقى، كفايه قله قيمه وبهدله. عشان خاطري انت كده بتهد كل حاجه، انت بتعمل بالظبط اللي هو هنا عشان يخليك تعمله. فكر شويه عشان خاطري يا معتصم. ما احنا فكرنا قبل كده وغلطنا. الصح واضح اهو زي الشمس، مش محتاج تفكير. هات الورقه دي. لا هات يا بسمه الورقه دي. مش هينفع. هو انت عاجبك يعني الكلام القذر اللي بيتقال عليك بره ده؟ وطي صوتك عشان خاطري وعشان خاطر العيال. انا مش هديله بنتي بايدي يا معتصم، مش هينفع. هاتي يا بسمه الورقه يا بسمه. لا هاتي الورقه دي. الورقه اهي، الورقه اهي يا معتصم. مش هينفع، والله ما هينفع. معلش انا اسفه. متشكرين قوي يا باشا، معلش تعبناكم. ممكن رقم المحضر لو سمحت؟ اديله رقم المحضر. أوامر سعد. متشكرين يا باشا، متشكرين. قول لي والنبي. الرقم المحضر 7500. بس كده ماشي. عشان رقم. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا باشا. مع الف سلامه. ايه؟ خدت رقم المحضر؟ مالك يا عم شايل طاجن ستك كده ليه؟ ما عملنا اللي في دماغك وصابر. انا ما صابتش ولا حاجه، بس عقد الجواز ما طلعش يا منعم. كده يبقى فيها وفيها. لو كنا اثبتنا ان هم متجوزين فعلا كانت تبقى خلصت على حق. طب ما يمكن مش متجوزين بجد يا مسعد. لا متجوزين. هو كان داخل جوه اصلا يجيب العقد، بس هي منعته. هي بدت الشبهه على انها تسيب لي ريم. يا عمي ولعوا في بعض بقى، مش خدت رقم المحضر خلاص. بس يعني انا حاسس ان احنا جينا بدري. كان الاستاذ بكري بيقول ان احنا كل ما نبقى متاخر كل ما يبقى احسن. شكلنا اتسربعنا شويه. يا عم هو احنا مغسلين بقى وضامنين جنة؟ ما كان على يدك يا عم مسعد. الله
يا عم ده احنا يا دوبك. الراجل كان على الباب يا عم. اه الواحد ما بقى عارف هو صح ولا غلط. اركب يا عم اركب. اه ايوه ايوه بالظبط كده. خلاص ماشي يا استاذ. خلاص انا هبلغها، متشكر جدا. شكرا، ماشي، مع السلامه. مع السلامه. قلت لها ايه؟ ألفت لها حوار كده، معرفش إذا كانت صدقتني ولا لأ. نامت؟ سايباها بتنام. أستاذ علي قال لك إيه؟ قال لي انه ينفع يرفع دعوة بالموضوع ده، بس مش هيبقى موقفه قوي لان انا هنا للرؤية وجاي اشوف يونس، محدش لي حاجة عندنا يعني. كفاية إن أنا هضطر أقف في المحكمة أسمع اتهاماته السافلة دي ليا، دي فضيحة لوحدها. ده عشان احنا حطينا نفسنا في وضع مش مظبوط ولازم يتصلح. احنا لازم نرجع نتجوز رسمي تاني يا بسمة. يعني معتصم بالعقل إحنا ما طلعنالوش الورقة عشان ما ياخدش اللي هو عايزه ونقوم دلوقتي نتجوز رسمي؟ بسمة، انا لما وافقت على موضوع الطلاق ده عشان كان ممكن ينقذ بيتنا، لكن دلوقتي اهو اديكي شايفة الوضع من سيء لأسوأ. طب ممكن ما ناخدش قرارات واحنا في لحظة انفعال؟ احنا محتاجين نهدى ونفكر عشان نعرف نعمل ايه. انا بفكر اروح اقعد عند بابا شوية. كمان عايزة تسيبي بيتك يا بسمة؟ طب انت قولي لي، انت ايه اللي فاضل بقى في جوازنا؟ ايه؟ ما هو اكيد مش هيسكت يا معتصم، وانت حتى مش هينفع تبقى معانا زي الاول، فايه حلها دلوقتي؟ ان انت تفضل هنا وانا اروح اقعد عند بابا شوية لحد ما نهدى والامور تهدى كده ونشوف هنعمل ايه ونلاقي حل. نلاقي حل، انا بس عايز اعرف احنا لامتى هنفضل نهد في حياتنا كده بايدينا؟ طب قول لي انت اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ انا مش عارفة افكر يا معتصم، كل حاجة بتحصل في حياتي كأنها مرسومة عشان تدمرها. مفيش في ايدي غير الحلول المؤقتة، متلخبطة. قول لي اعمل ايه؟ مش عارفة، محتارة، مش عارفة. حس بيا وفهمني ارجوك. غصب عني، معلش. معلش خلاص اهدي، طيب اهدي خلاص. بص يا بسمة، الحلول الملتوية مش دايما بتوصل لنتائج، أحيانا بتعقد أكتر ما بتحل. بابا، أنا بجد مش حاملة لوم خالص، أنا فيا اللي مكفيني وربنا عالم باللي فيا. أنا مش بلومك يا حبيبتي والله، أنا بس بلفت نظرك إن المرحلة اللي جاية دي عايزين نبقى مظبوطين قوي ودغري جدا. الحلول الرمادية دي ما عادتش تنفعنا بحاجة. احنا ما فيش قدامنا غير يا ابيض يا اسود بس. أنا بقى كل اللي قدامي أسود، مفيش قدامي غير إن أنا يا إما أرجع لجوازي الطبيعي من معتصم، ساعتها هسيب ريم لمسعد، يا إما هتطلق أنا ومعتصم عشان ريم تفضل معايا. يمكن الطلاق كان الحل الوحيد في جوازتك الأولانية زمان، لكن دلوقتي أنا مش مع الفكرة دي خالص. مش عايزين نعقد الأمور أكتر ما هي معقدة يعني، ونحل الغلط بغلط ونفضل في دوامة لا تنتهي. والله يا بابا أيا كان القرار اللي هعمله أنا مش هبقى عايزة أعمله، هبقى مجبرة غصب عني. أيا كان ما كانش ينفع تسيبي بيتك. أنا قلت كفاية، كفاية البهدلة اللي أنا مبهدلها المعتصم. الراجل كل ذنبه إنه اتجوزني، من ساعتها هو مش عارف يتهنى على يوم هادي من غير مشاكل، سواء معايا ولا في مشاكل مع اخواته على الورث. وبعدين اللي عملناه ده بقى مخليني مش عارفة جوازنا ده بقى وضعه ايه. يبقى ما فيش حل غير انكم ترجعوا لجوازكم الرسمي لما ينفع يحصل بقى، بس من هنا لحد ما ينفع أنا والولاد هنفضل قاعدين هنا. معلش، تحملنا بقى وتحمل دوشتنا. تحملنا بقى وتحمل دوشتنا. يا سلام. تحملكوا طبعا، احطكوا فوق راسي من فوق. يا سلام. وانا في ديك الساعة ان شاء الله هتتحل وهتبقى زي الفل. قولي بس يا رب. يا رب.
وانت متضايق بقى ان ماما سافرت ولا انك انت هترجع تعيش معايا هنا؟ انا عارف ان انت ممكن تكون متضايق ان انا ما قلتكش على اللي حصل بيني وبين بسمة اول ما حصل، وان انت جاي على بيت ما فيهوش حد غير انا وانت. بس ان شاء الله انا عندي امل ان كل حاجه تخلص، ان كل حاجه ترجع زي ما كانت، الامور كلها تتحل. وانت ليه ما بتردش عليا؟ عشان ما فيش حاجة هتتحل. ليه يا مصطفى بتقول كده؟ عشان انت بتعمل كده كل ما يبقى لي بيت وام وحد بيحبني بتبوظ البيت وبتحرمني منه. لا يا حبيبي لا، انا عمري ما كنت عايز احرمك من حد ولا من حاجه. اللي حصل بيني وبين ماما ده ما كانش في حاجه في ايدي اعملها ولا هي كمان. احنا حياتنا وصلت لمرحله كانت صعبه جدا، ما كناش عارفين نتفاهم مع بعض. انت كنت صغير مش هتفتكر الحاجات دي، فخلاص اتفقنا ان احنا نبعد عن بعض احسن عشانك، والا كنت هتكبر تشوفنا نتخانق كل يوم وده مش كويس. وانت شايف اهو احنا دلوقتي صحاب جدا، ما بنتخانقش خالص. اكتر حاجه بتشغلنا بس هو انك انت تكون مبسوط ازاي. وماما بسمع انا عمري ما شفتكوا حتى بتتخانقوا. حصل فعلا، معاك حق. بص انا وبسمة اختلفنا شويه كده يعني يعني كنا مضطرين ان احنا نعمل كده. بس ان شاء الله زي ما وعدتك يعني ان شاء الله كل حاجه ترجع زي ما كانت ونرجع نعيش تاني مع بعض في بيت واحد. انا هعمل كل حاجه اقدر عليها عشان ده يحصل يا مصطفى، صدقني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان عندي اوردر كده وعاوز اتكلم فيه مع صاحب الورشه. عينينا. خش استاذ مسعد هتلاقي على الكونتر جوه. تسلم عينيك. اتفضل. السلام عليكم. السلام. استاذ مسعد. اهلا وسهلا. كان عندي اوردر كده وعاوز اتكلم فيه مع صاحب الورشه. انا مسعد عبد الحميد صاحب الورشه، وده علاء ابن شريكي هو ماسك الاداريات، وكمان منعم اخويا الكبير والكل في الكل هنا. اهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. اخوك عرفه درغام، مورد مصنوعات جلديه. اهلا بيك يا استاذ عرفه، منور الدنيا، اؤمر. انا زي ما قلت لكم كده عندي اوردر كبير وموزعه على كذا ورشه. بلغني كلام حلو قوي عن شغلكم وجودتكم، فقلت على خيرة الله يا رب نشتغل مع بعض. احنا الحمد لله يعني ورشه بيت الجلود عملت اسم كبير في فتره قليله، فاحنا جاهزين لاي حاجه ان شاء الله. بس انتوا ما بتشتغلوش غير في الشعبي بس ولا ايه؟ لا ازاي، احنا بنشتغل في كل حاجه. فين الخامات؟ خامات ايه الخامات ايه؟ اتفضل يا استاذ. ايه بص اتفرج، اشتغلنا في الحاجات دي كلها، وكمان بنعمل هاي كوبي. هو ده اللي هنشتغل منه باذن الواحد الاحد. وماله، حلو، احنا جاهزين لاي حاجه. على خيرة الله. الاوردر بتاعك 1000 جوز يخلصوا في وقت قد ايه؟ يعني احنا نقدر نطلع 40-50 جوز في اليوم، يعني ياخد لنا شهر بالكتير، مش كده يا منعم؟ شهر واقل ان شاء الله. ماشي الكلام. ال1000 جوز هيبقى لونهم احمر ومعاهم لوجو المصنع اللي بنعمل له الشغل من الباطن. بس لو جلد تمساح بقى واحمر ده هيبقى تكلفه عاليه، وبعدين ده هيتعمل له اسطمبه مخصوص، يعني التكلفه هتزيد شويه. مفهوم يا باشمهندس. احسب تكلفتك بالمظبوط يا باشمهندس وانا تحت امرك. وده الكارت بتاعي. لو اتفقنا هبعت لك واحد من طرفي باللوجو ودرجه اللون بالظبط. اتفقنا خلاص. لا انت هتعمل لي عينه الاول اشوفها، لو تمام هتاخد 15% عربون كاش وعلى الترابيزه عشان نبدا الشغل على طول باذن الواحد الاحد. خلاص اتفقنا. على خيرة الله. هستنى تليفونك. على فكره محترم، احنا لسه ما عملناش معاك الواجب. معلش عشان عندي كام ورشه كده هعدي عليهم في طريقي، ويا سيدي الجايات اكتر من رايحات. هنتقابل كتير ان شاء الله. نورت السلام عليكم. نورت. مع الف سلام سلامه. عليكم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. رعاية مع الف سلامه. ايه رايك بقى يا عم علاء، عشان تبقى تبلغ ابوك؟ شفت الشغل النظيف اللي متعوب عليه بيعمل ايه؟ هو ده الزبون اللي احنا بندور عليه. بصراحه يا عم مسعد 10 على 10، انا كده كده هبلغه. مسعد، بس الطلبيه دي تكلفتها عاليه قوي. ده يعني اولكش كده 600 650 باكو، هنجيبهم منين دول؟ مش هو هيدي لك 15% عربون؟
حتى لو 15% هيسدوا ايه ولا ايه؟ احنا هنجيب الخامات بالاجل يعني، عادي عادي. اجل ايه بس؟ احنا كده يبقى لنا اجل كتير. وماله يا عم وماله، المهم بس ما نوقفش الطلبيه دي، شد الدنيا شويه، مش كده ولا ايه؟ كده طبعا. على الله التسعين. احنا عمرنا ما هنحط جوازنا في شغلك يا معتصم. كل اللي احنا عايزينه حقنا وحق ولادنا. الإدارة كده كده بتاعتك زي ما كانت، وانا اضمن لك عمر مش هيتدخل ما بيننا ابدا، ومش هخليه يعتب ناحية المطبعة اصلا. طب وعندك نفس الضمانه بالنسبه لطارق؟ حتى ضمانتك بالنسبه لعمر مشكوك فيها بالنسبه لي. انا والله ما بشكك في انك انت شخصيتك قويه او لا، والله ابدا. بس يا فاطمه بصراحه يعني اصل العلاقه بتبقى بين الراجل ومراته معقده شويه، يعني ما فيهاش ضمانات ابديه، بتبقى حسب الظرف مؤقته. وجود الاتنين او حد فيهم في الشغل ممكن يعمل مشاكل كبيره وتأذي علاقتنا ببعض على اللونج ران. احنا كده بنلف في دايرة مغلقة. المشاكل بتحصل وهتفضل تحصل طول الوقت، لأن ده العادي والطبيعي بتاع البني آدمين. أنا عايزة نكون متفاهمين ونحل مشاكلنا بنفسنا. أنا والله مش بشكك في نواياك، بس القرار اللي انت خدته ده بيديك سلطة تمنع ان يبقى فيه تفاهم ما بيننا. معتصم، أنا عايزاك انت اللي تبدأ. مش عايزين نقف قصاد بعض في المحاكم. علاقتنا مش هترجع زي الأول تاني أبدا. مش عارف اقول لك ايه بصراحه والله يا فاطمه، بس انا كان عندي امل كبير فيك ان احنا ما نوصلش للحته السد اللي احنا فيها دي. واضح اني كنت غلطان. أنا ما قلتش إن أنا هدخل في الطعن مع ليلى. انت ما قلتيش، بس انت من فتره قريبه كنت ضد موقف ليلى تماما. دلوقتي انت ضدي انا. الحسبه دي مساله وقت مش اكتر. بس انا موافق على حاجه واحده بس اللي انت قلتيه ده كله، احنا ما ينفعش نقف قدام بعض في المحاكم. حتى لو هقف قدام ليلى لوحدها برضه ما ينفعش. الحل ان احنا لازم نبيع المطبعه. نبيع المطبعة ازاي؟ اوعى تكون فاكر اللي احنا بنعمله كل ده انا وليلى اننا عايزين نبيع المطبعة. محدش عايز، انا عارف، بس اديكي شفتي اهو يعني. احنا جربنا الحل بتاعي ما عجبش، والحل بتاعكم ما عجبش، يحصل مشاكل. صدقيني يا فاطمه والله انا فكرت في الموضوع ده كتير قوي قبل ما اقوله. احسن حاجه ان احنا نبيع المطبعه بالارض، نقسم فلوسها علينا حسب الشرع، وكل واحد ياخد فلوسه ويشوف هيعمل بيها ايه. اهم حاجه ان علاقتي بيكم تفضل زي ما هي، ما تتاثرش. انا بيتهيألي ان دي كده اقرب حاجه كان ممكن يكون عايزها بابا. صحيح هو طول عمره نفسه يحافظ على المطبعه دي وتفضل موجوده باي شكل، بس انا عارف انه اهم حاجه عنده ان احنا نبقى كويسين مع بعض. بيتهيألي لو هو موجود كان خد نفس القرار. مش عارفة يا معتصم، انت فاجئتني. هبيع المطبعة اللي انت روحك فيها وقضيت عمرك كله فيها؟ لا ما هو ما تقلقيش يعني، المطبعة مش مجرد أرض ومكان وخلاص يعني. أنا هاخد نصيبي، هعمل مطبعة صغيرة كده وهيبقى اسمها المسيري برضو. ربنا يقدرني وأخلي المطبعة القديمة موجودة فيها. بسمة. نعم يا بابا. تليفونك. حاضر. دي مدرسة ريم. ألو؟ يلا يلا اجري. أهلا بحضرتك. حاجة وراك. ازيك؟ لا اجري. هي ريم كويسة؟ يونس ريم كويسة؟ طب ماله مصطفى؟ مشكلة ايه؟ طيب خلاص أنا جاية لحضرتك حالا. ماشي، مع السلامة. ايه يا بسمة، الولاد كويسين؟
يا بابا، بس تقريبا مصطفى عمل مشكله تاني وبيحاولوا يوصلوا للمعتصم، مش عارفين. انا لازم انزل اروح، ها؟ خلي بالك من يونس والنبي. يا معتصم تليفونه مقفول برضو. معتصم بقول لك ايه، تقريبا كده مصطفى عمل مشكله تاني في المدرسه وحاولوا يكلموك مش عارفين يوصلوا لك. انا نازله رايحه له دلوقتي، حاول تجي لنا تشوف فيه ايه. الحقيقة أنا مش متأكدة إذا كان مصطفى هيقدر يرجع نفس الفصل تاني ولا لأ. وبعدين المشكلة مع أهل إياد كان ممكن تكبر وتبقى أصعب من كده. مفهوم طبعا. انا بس يا فندم خايفه ان العقاب ده يجي معاه بنتيجه عكسيه، يبقى مثلا مش مرتاح يجي المدرسه تاني. انا متفهمه الاجراء، بس اظن ان احنا هنحتاج طريقه عشان يتعمل بيها. مصطفى عنيد جدا ومش هيتقبل الموضوع بسهوله. يا أستاذة بسمة، حضرتك سمعتي من المشرفة بنفسك إن مشكلة البيت مأثرة عليه وبزيادة كمان. وبعدين لو في دور لازم يتعمل يبقى من حضرتك وباباه ومامته. هنتصرف ان شاء الله. متشكره جدا يا فندم. العفو يا فندم. عن اذنك. اتفضلي. شكرا يا ديل، شكرا. ليه كده يا مصطفى؟ والله هو نضرب في الأول. حتى لو ما ينفعش نضرب زمايلنا بالطريقه دي، صح ولا لا؟ صح. ايه اللي حصل تاني؟ مشكله جديده مع صاحبي. خليكوا هنا، ها؟ تهيألي مش معنى ان احنا زعلانين يعني انك ما تردش عليا. في ولاد احنا المفروض نتابع تفاصيل حياتهم مع بعض. كنت مشغول الفترة اللي فاتت دي، انت عارفة مشاكل بيها المطبعة يعني. لدرجة انك تقعد 3 ايام ما تردش عليا يا معتصم؟ عموما كنت بكلمك عشان اقول لك ان مساعد قدم دعوة بالمحضر العام. طب ما احنا اصلا كنا عارفين. مش المحامي طمنك؟ طيب يلا بينا، يلا 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 ولاد، يلا. يلا يا لا أنا عايزة أروح مع طنط بسمة وليد. بلاش دلع يا حبيبي، هناك اصلا مفيش مكان في البيت. لا هقعد في الصالة وهنام على الكنبة أو هقعد مع يوسف. طب خلاص، تعالى معانا يا حبيبي، ما تقلقش يا معتصم، هنتصرف عند بابا. انت بس بعدي علينا حاجته اول ما تقدر. همشي انا دلوقتي عشان يونس. يلا. ايه ده؟ احنا كده مش عارفين ايه اللي باقي من خام. هو احنا كل يوم هنوقف الشغل ونقعد نجرد يا عم منعم؟ براك يا قارب. هو احنا كل ما نقعد على الدفتر هتعمل لي ليمونه ببلد قرفانه وتتخلى عليا؟ ما على يدك يا عم، انا ماسك 100 باب في الورشه دي. وبعدين بقول لك ايه، موت الكلام، لما العمال تمشي النهارده انا هسهر لوحدي واجرد وكله هيتسقط في الدفتر. يا باي اتفضل يا عم، اتفضل جوه. حلو قوي، دخل الجديد على القديم وعك بقى، عك كمل عكه. هو احنا مش هنخلص بقى يا عم كريم، مش هنخلص. صباح الفل. صباح الفل يا عمنا. صباح الورد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد. ربنا يخليك، تسلم وتعيش. اتفضل عد عد. حاج مريحكم في السداد، مفيش بعد كده. كتر خيره، بقى سلم لنا عليه والله. يوصل حاضر. هو ايه يا كارم؟ مفيش غير يعني اللي هيمضي على الشيكات دي ولا ايه؟ هو مين اللي مدور الطلبيات دي؟ مش انت؟ وانت جاي تتمرس على منعم وبس؟ في الصح بس يا صاحبي، وفي المصلحه. والمديونيه دي مش علينا كلنا؟ شغلانتك وانت اللي جريت وراها. تروح انت شايل ايدك خالص يا كارم؟ لا انا ايدي في ايدك، بس في الشعبي. قلت لك نشتغل في الشعبي اكتر، انت اللي جريتنا للسكه دي، يبقى تشيل الشيله من الاخر بقى. خلي بالك دي فلوس مش ملمين، ها؟ سلام يا عمونه. يا معمونه، لو احتجت نفس الكميه عرفوني قبلها بيومين بس. ماشي يا حبيبي. تسلم يا حبيبي. سلام يا مع عمونه. السلامه يا اخويا. يعني انت عاجبك كل شويه كريم يخش يعلم علينا كده؟ جرايه يا مسعد، ما انت قاري الندى.
هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيتلكك لي وعامل فيها ريس. بس انا قايل لك من كام يوم ظبط حساباتك على اخر جرد وظبط دفاترك. انا ما يهمنيش اللي هو قاعد يقوله ده، بس انا يهمني انه بيتكلم في الصح وانت مقصر يا منعم. هو ايه اللي مقصر يا جدع؟ عيب مش كده. مقصر على ايه؟ على شويه شغل مش محتاجين اكتر من ساعه تظبيط. انت لو مش قد الشغل خلاص ما تشتغلش، اسيب انا اللي في ايدي واعمل شغلك، او اجيب اي عيل من عيالي يعمله، طالما ان انت دماغك مش فيك يا منعم. انت بتقول لي انا الكلام ده يا مسعد؟ يا جدع عيب، ده حتى الورشه لسه ما وقفتش على رجليها عشان تتنطط على اخوك كده. بس انت صح، هات عيل يشوف لك الشغل. انا مش قاعد لك فيها، انا اللي غلطان. ارتاح ياما، خلاص منعم جاي لك في السكه. الله يرحمك يا عفاف. ده يا جدو انت بتتفرج على ماتش قديم؟ اه، ما هم كل يوم جمعه بعد الصلاه وبعد الشيخ الشعراوي يجيبوا ماتش قديم. يوسف في اوضته يا بابا. خير، اللهم اجعله خير. طب ما بتردوش عليا ليه؟ ايه ده، انت بقيت بتشتغل هجام ولا ايه؟ ازاي تخبط على باب الناس بالشكل ده؟ انا ممكن ابقى اي حاجه لو هتسوق العوق معايا، كله لرؤيه البيت. هو انت فاكر ان اللي انت عملته ده هيعدي عادي كده؟ يعني ايه؟ مش هشوفها؟ وهو اللي عايز يشوف بنته ويربيها يتربص ببيوت الناس بالشكل ده؟ عيب عيب. طب ما قلتش الكلام ده لبنتك ليه لما بعتت لي بلطجيه في نصاص الليالي؟ ولا هو حرام عليا وحلال عليها ايه؟ والبي جوزها. روح شوف طريقك يا مسعد وابعد عني. وزي ما بوظت لي حياتي انا هقرفك، ومش هتشوف البنت غير بمزاجي. مرة او 20 مرة لا. واعلى ما في خيلك اركب، وانا خلاص ما بقاش عندي اي حاجة اخسرها. يلا يا عم امشي، اقفل الباب يا بابا، اقفل الباب. بس يالا. بس يالا. يوسف. يا ريم، يا ريم، امك مش عايزاني اشوفك، امك مش عايزاني اشوفك يا ريم. ما تتحركيش من مكانك. مش هسيبها لك. روح يلا شوف حالك. مش هسيبها لك. روح يلا شوف حالك. وانت بتعمل ايه هنا يا جدع انت؟ انا جاي اشوف بنتي. ليك فيه؟ لو رجلك خطت مكان في حد يخصني بعد كده، المره الجايه هكسحوك خالص، مش هتعرف تمشي على رجلك. طب ما توريني نفسك راجل راجل كده. تسلسل ايدك يا حيوان. يا صل على النبي، يا جماعه صلوا على النبي، يا جماعه صلوا على النبي. يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ صلوا على النبي. يا استاذ صلوا على النبي، يا استاذ مش هينفع كده. يا استاذ بعد اذنك، يا استاذ، يا استاذ. بس كفايه. بس يا استاذ بقى، خلاص بقى. حيوان. ايه؟ بس ايه في ايه؟ مش عامل فيها بلطجه؟ انا هوريك البلطجه. انا هعرفك تتكلم ازاي معايا وتمد ايدك عليا يا حيوان. يلا خلاص يا استاذ. يلا روح لحالك. الحمد لله جت سليم، الحمد لله. عظيم يا رب. انا باخدها كده. تعال يا معتصم، تعال يا ابني. الحمد لله جت سليمه. استغفر الله العظيم يا رب. بسيطه بسيطه. بالراحه يا لا معتصم. الحمد لله بسيطه. طيب
طب انا هقوم اطمن على الولاد وهرجع لك تاني. لا لا لا، ماشي. خليك انت، انا اللي هدخل لهم. معلش يا يوسف، بس خليك مع مصطفى ليه اي حاجه دلوقتي عشان ميبقاش مخضوض بس. ماشي. بسيطه بسيطه خلاص بقى. ده كويس. كويس. وبعدين يا بسمة، انا اسفه. انا اسفه يا معتصم، انت ما تستاهلش كل اللي بيحصل لك ده. انا ما استاهلوش بجد، هو ان انت تبقي بعيده عني انت والعيال كده. ما تعملش كده، والنبي ما تعمل كده. معتصم، انا كل يوم بقعد بعيد عنك بحس فيه بالذنب وبحسب نفسي عليه، بس في نفس الوقت مش عارفه اعمل ايه. الاختيار صعب، كل اختيار بخساره اكتر من اللي ممكن اتحملها. انا اسفه. خلاص ما تعيطيش. طيب تعالي نرجع تاني، نرجع جوازنا رسمي. ان شاء الله هننقل من بيت لبيت كل شهر عشان مفيش محضر يعرف يوصل لنا. ماشي. ومدارس الولاد وحياتنا، تفتكر هنبقى عارفين نعيش بالوضع ده؟ معرفش يا بس، ما اعرفش، بس دي مش عيشه. انت مش متخيله انا بحس بايه كل يوم وانت كده لوحدك بعيده عني، ممكن يتهجم عليكي في اي وقت، دماغي بتطير. ما تقلقش، انا هقدر اقف له، ما تخافش. ماشي، بس لازم تبقي عارفه حاجه، لو الواد ده اتعرض للتاني انا هروح فيه في داهيه، واللي يحصل يحصل. بعد الشر عليك. ما خلاص يا عمر، المطبعه تتباع، بتلف وتدور ليه؟ الف وادور؟ ايه يا فاطمه مالك؟ مش ملاحظه انك بالك شويه كده بتخبطي فيها من غير اي حساب؟ في ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ مفيش على لسانك غير الموضوع ده، البيع والفلوس، معتصم عمل ايه وما عملش ايه، حتى لما الموضوع مشي زي ما انت عايز برضه مش راضيك. انا عشان بفكر في بيتنا ومستقبلنا ابقى انا غلطان اني بضغطك؟ لا يا عمر، ما انتش غلطان. على فكرة أنا خدت قرار في الموضوع ده. أنا فلوس ورثي هحطها في البنك وديعة، وهنعيش بأرباحها. قصدك ايه يعني؟ زي ما سمعت. وما تقلقش يا عمر، ولادك هم ولادي، زي ما كانت ماشية هنمشيها. فاطمه، محدش بيفكر في فلوسك، وقلت لك حاسبي على كلامك. أنا آسفة يا عمر، أنا ما أقصدش، بس أنا بجد تعبت من الموضوع ده، مش عايزة أفتحه تاني. ممكن؟ لا يا فاطمه مش ممكن. بعدين انا عندي سؤال، مالك يا فاطمه؟ ليه حاسس ان بعد ما الحاج الله يرحمه قرر انه يكتب المطبعه لمعتصم وانا حاسس ان انت متغيره معايا؟ مش شايفه كده؟ طول الوقت بكدب نفسي واقول لا فاطمه ما اتغيرتش، ياض لا بيتهيألك زي ما هي، بس خلاص كل ما ابص في عينك بحس باهانه ليا، واي كلمه بتقوليها بتحاولي تخليها عادي بشوف وراها سكاكين بتجرحني. فاطمه انا اللي بجد زهقت، محتاجه افهم فيه ايه. مفيش حاجة، واللي في دماغك ده مش حقيقي. أنا بس تعبت ومش عايزة نقعد نتكلم في موضوع الفلوس ده أكتر من كده. ما هو اصلا اللي بتقوليه ده اتهام في حد ذاته. أنا ما بتهمكش بحاجة يا عمر، أنا بس عايزة حياتنا ترجع زي ما أول ما اتجوزنا، من غير فلوس ومشاريع. عايزة المشروع الوحيد اللي في حياتنا يبقى جوازنا. إيه الإهانة ليك في كده؟ ملخص كلامك يعني عايزاني افضل الاجري اللي شغال في مطبعتكم زي اي حد تاني، بس افضل تحت طوعك وافضل محتاجك، لكن جوزك يمسك بايده حاجه لا، صح؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ لا مش صح، أنت جوزي يا عمر، عايزاك أحسن واحد في الدنيا، هنقف جنب بعض ونساعد بعض. بس لو عايز البيت ده يستمر خرج موضوع الفلوس ده خالص من حياتنا. ممكن؟
معلش يا عليا، ما كنتش سامع التليفون. هو انت هتروح كده؟ لا، ما انا مش هعرف اجي معاكي. في حوار كبير جدا عندنا في البيت، فمش هعرف اقول لهم ان انا نازل. كان ممكن تقول من الاول ان انت مش عايز تيجي عادي يعني. على فكره مش هنبقى اصحاب بالعافيه، فاهم؟ سلام. ولما تبقى عايز تشوفني بكلمني انت، ومش متاكده بقى وقتها اذا كنت هرد. يا بنتي استني استني بس. والله العظيم في مشكله ما بين اختي وطليقها، وبسبب المشكله دي اختي قاعده عندنا في البيت، ولسه حاصل حوار كبير جدا مش عارفين هيخلص على ايه. فمش هينفع يعني اطلع اقول لهم ان انا نازل. وعلى فكره يا عليا، انا كمان مبسوط جدا بصحوبيتنا دي، مبسوط اكتر انك في حياتي. مش باين يعني، انت ما بتعملش اي حاجه تبين انك مبسوط. عندك حق، انا بس ممكن اكون متلخبط شويه. انا اللي حصل لي برضو في حياتي ما كانش قليل، وبصراحه يعني انا ما كنتش مؤهل يعني ان في حد يخش في حياتي يعني. انا في حياتك؟ دي حاجه ما كنتش عارفاها خالص يعني. انت صريحه قوي يا علي. هو في احلى من كده؟ شكلك كده بتحب حوارات البنات. لا خالص، واللي عجبني فيكي بقى ان انت مالكيش في حوارات البنات. لو بتحب حوارات البنات انا ممكن اعملها عادي يعني. يا ستي ما انا بقول لك لا، هتخوفيني منك ليه؟ طيب خلاص اطلع لهم بقى، كفايه عليك كده. ما تزعليش ها؟ لا مش زعلانه. هبقى اكلمك ها؟ ماشي، باي. باي باي. انتوا اخر مره اتكلمتوا كانت امتى؟ وبقاله كام يوم كده تليفونه مقفول. ومفيش حد ظهر من طرفه؟ انا مش مرتاح يا مسعد. احنا مديونين بخام على حس الطلبيه ديت عدى ال 400,000. ده غير البضاعه اللي احنا عملناها فعلا وعليها الماركه اللي هو طالبها. الراجل ده لو رجع في كلامه احنا هنلبس في مصيبه. يا جدع يرجع في كلامه ازاي؟ دافع مقدم 100,000 جنيه. هو عارف ان هو لو ما جاش الحاجات دي هتروح عليه، وفلوسه هتروح عليه كمان. في حد يرمي 100,000 جنيه في الشارع؟ هو هتروح عليه 100,000 جنيه، لكن احنا هنروح في داهيه. هيظهر اكيد، ولو ما ظهرش انا هعرف اوصل له. في صفحه على الفيسبوك بنفس الاسم واللوجو، والمكان في المنصوره، حاطين ارقام. كلمه على طول. حتى لو دي مش نمره عرفه نفسه، يبقى اكيد نمره حد في المصنع. بيرن. الو، السلام عليكم. معاك مسعد عبد الحميد من ورشه الجلود اللي في القاهره. احنا اللي بنصنع لكم طلبيه الاحذيه بالاتفاق مع المورد بتاعكم الاستاذ عرفه. طلبيه يا باشا، احنا بنصنع لنفسنا مش بنصنع عند حد، وما عندناش حد اسمه عرفه. الاستاذ عرفه ضرغام حتى جالي واتفق معايا واداني اللوجو بتاعكم عشان احطه على التشغيل. يا باشا بقول لحضرتك مفيش حد عندنا اسمه عرفه، ولا صاحب الشركه ولا بيشتغل فيها. ازاي؟ ده دافع مقدم والطلبيه قدامي اهي. لا يا باشا والله اكيد حضرتك غلطان. مفيش فرده واحده بنعملها بره ورشتنا، ولوجو الشركه بتاعتنا احنا بس اللي بنوزع عليه، واي حد تاني هيستعمله هنقضيه. اكد كده يا علاء ان ده اسم الشركه وده اللوجو بتاعها. نفس الاسم ونفس المكان ونفس اللوجو، مفيش حد غيرهم اكيد. ايه يا مسعد؟ فهمني ايه اللي بيحصل؟ مش عارف يا كريم، مش عارف. شكرا. انت هتعملي سكان؟ اه. طب ما تقومي تختاري حاجه انت واخوكي احسن من البكري، ايه رايك؟ طيب ماشي، بس على شرط بجد ايه؟ ما تتخانقوش. ممكن تقومي لو سمحتي من غير لماضه؟ حاضر ماشي. يلا يا كريم. خير بقى. ايه الموضوع اللي مش هينفع تتكلم فيه قدامهم؟
العيال بتكبر يا دينا، محتاجيننا جنبهم زي الاول. اديكي شايفه متاثرين ازاي بالوضع اللي احنا فيه. وضع ايه؟ ما احنا مع بعض اهو. لا يا دينا مش ده قصدي، انا عايز نرجع مع بعض زي الاول وركز معاك انت والعيال، وانهي بقى الجوازه التانيه دي، هي اصلا كلها على بعض غلط من الاول. انا مش فاهمه حاجه. هي طردتك ولا ايه؟ طردتني ايه يا دينا؟ لا طبعا، شويه مشاكل كده عادي يعني. والمشاكل دي بقى ما ظهرتش غير دلوقتي بعد ما ورثت وبقت هي المتحكمه في فلوسها؟ هو انت ليه مش شايفه يا دينا ان في حاجه تانيه غير كده؟ عمر تعالى سكه. ايه اللي حصل؟ ولا كانها ورثت، عايزه تفضل عايشه زي ما كانت بروطه، مش عايزه تغير اي حاجه في الحياه. وانا مالي بيها؟ هي تعيش ولا ما تعيش؟ انا المهم عندي انت تحاول تلاقي طريقه تعمل بيها الحاجه اللي انت عايزها بالطريقه اللي انت عايزها مش اللي هي عايزاها. بقول لك هي مش عايزه تعمل حاجه يا دينا ومش عايزه تغير حاجه، ولو عملت مشروع هفضل اخد مرتب زي اي حد، ده لو عملت. فايه بقى؟ كرامتك ناقحه عليك؟ عايزه افضل امد ايدي ليها طول عمري يعني ولا ايه؟ يا سلام، ما تمد ايدك يا عمر. وايه الجديد يعني؟ ما انت بقالك سنين بتمد ايدك، واللي تدولك تاخده وتقول شكرا كمان، وتبلع لها اي حاجه بتقولها او بتعملها، زي ما انا بقالي سنين بلعه ومستحمله كل القرف اللي احنا فيه ده، عشان بس انا وولادي نكون عايشين في مستوى احسن، اللي مفروض يبقى احسن كمان بعد اللي بيحصل دلوقتي ده. مش تيجي دلوقتي تقولي نرجع زي ما كنا. دينا انا بجد تعبت من الوضع ده وما بقتش قادر اتحمله. معلش استحمل شويه كمان، عشان انا وولادي نفضل في نفس المستوى اللي احنا عايشين فيه، وعشان الوقت بيغير كل حاجه. اللي النهارده هي مش موافقه عليه بكره هتوافق، وده دورك انت على فكره. تفضل معاها وتحت رجلها لحد ما تحسن موقفك معاها وتخليها توافق على اللي انت عايزه. لكن دلوقتي تطلقها وترجع لي، هعمل بيك ايه؟ عمر هو انت فاكر ان حتى يعني لو رجعنا ولو حصل اللي بيحصل ده لاي سبب عادي هنرجع انا وانت 2 ازواج حلوين مع بعض؟ ده فين ده؟ شفتها في انهي فيلم هندي؟ قال ترجع وتركز مع العيال ايه؟ كنت ركزت معاهم من بدري. لا يلا مش هناكل ولا ايه؟ يلا. ماشي. احنا ان شاء الله يا رجاله مكملين مع بعض الشهر ده، بس المطبعه مش هتفضل على حالها كده من اول الشهر الجديد. كل واحد فيكم ان شاء الله حر تماما انه ياخد القرار اللي يريحه. اللي حابب فيكم انه يكمل في المطبعه مع ملاكها الجدد اهلا وسهلا وعلى عيننا وعلى راسنا، واللي حابب يجي معانا على المطبعه الجديده اللي هتفتح بعد 6 شهور برضه اهلا وسهلا وعلى عيننا وعلى راسنا، ومرتبه ساري لحد ما نبدا الشغل. انتوا عارفين احنا طول عمرنا بنعتبر نفسنا عيله اكتر من اي حاجه تانية. الاداره ان شاء الله هتقعد مع كل واحد فيكم عشان تعرف قراركم ايه. وانا عن نفسي وبشكل شخصي نفسي قوي عيله المسيري دي تفضل زي ما هي، وانا موجود هنا اهو. اللي عنده اي سؤال انا جاهز اجاوب عليه. اهم حاجه تبقوا متاكدين ان حقوقكم محفوظه وشغلكم كمان مضمون. كان لازم ده يا استاذ معتصم؟ ما كانش عندي حل تاني يا عم عوني. انت عارف الموضوع ده تقيل على قلبي قد ايه، بس انا عندي امل بوجودكم كل حاجه تفضل زي ما هي، ما يحصلش تغيير. يلا رجاله نرجع على شغلنا، والإدارة هتبقى تقعد مع كل واحد فيكم لوحده. يلا يا رجاله كل واحد يروح يشوف شغله. استغناش عنك ابدا يا عم عون. انا معاك يا استاذ معتصم، منين ما تطلبني هتلاقيني. تحرمش منك يا غالي. الو، اي حاجة طحان؟ تمام ماشي، هجيلك في الميعاد ان شاء الله. مع السلامة. يعني هو ما خسرش لوحده يا حاج طحان، انا والراجل الطيب ده خسرنا اكتر منه. وديكوا هتتعوضوا اهو، وهتطلعوا منها زي الفل، وكل قرش دفعتوه في الورشه دي من اول يوم لاخر يوم هتاخدوه. في ايه بقى؟
اهو معتصم بيه وصل اهو. السلام عليكم. والسلام. ايه الاخبار؟ يا اهلا يا معتصم بيه. اهلا يا معتصم. ازيك يا حاج؟ اتفضل. دلوقتي الجماعه موافقين تماما ومرحبين، بس يعني كنا مختلفين على الرقم يعني، والجماعه كان نفسهم يعني يبقى فيه يعني نفحه فوق، ها؟ والورق جاهز والعقود على الامضاءات. الجماعه دول متشطرين قوي علينا يا حاج عشان عارفين اننا شاريين. ابدا والله يا معتصم بيه، انت عارف دي فلوس كانت متاخده من تجارتنا، واحنا قلنا نقف جنب صاحب وزميل في زنقه لسه خارج من السجن، بس الفلوس دي لو كدرت في التجاره كانت كسبت نفحه فوق النفحه كمان. ماشي كلامك. خلاص يا حاج اكتب لهم اللي هم عايزينه ده. اوكي، ربع ساعة والجماعة هنا هيظبطوا الورق على الإمضاءات. يا سيد، اطلع لي يا سيد، عايزك ضروري. الف مبروك يا معتصم بيه. الله يبارك فيك. مسعد مسعد قوم يا عم، الدنيا مقلوبه، قوم في مصيبه. مش هتبطل تصحيني كده؟ يا عم بقول لك في مصيبه، بيكلموك من الورشه مش بترد ليه؟ ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في واحد واخد رجاله وطلع على الورشه بيقول ان الورشه بتاعته ومعاه ورق بيثبت الكلام ده. واحد مين ورجاله ايه دول؟ ما هو مش عايز يتكلم غير لما انت تروح له. كريم وعلاء فين؟ مختفيين وتليفوناتهم مقفوله. طيب انا هروح اغير، تيجي معايا؟ هي فيها كلام دي، رجل على رجل بسرعه بس. يا مجدي، ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت اللي ورا النوش ده؟ ازيك يا مسعد؟ يرضيك كده؟ رجالتك مش عايزين يمشوا الا لما انت تيجي. عموما كويس انك جيت، او بالمره تعرف اللي فيها برضه وكلكم تمشوا مع بعض كده. امشي؟ انت ايه الهبل اللي قاعد تقوله ده؟ بص يا مسعد، دي صور من عقود بيع وشراء بيني وبين كارم وصبري، عملوها لي بنصيبهم في الورشه. وهنا هتلاقي فيه شيكات وكمبيالات انت مديون بيهم للناس بتوع الجلود والخامات. المديونيه دلوقتي بقت بتاعتي انا، وهي دي اللي ان شاء الله هرجعك السجن بيها تاني. بص على الورق بقى براحتك كده وذاكر وشوف انت عايز تعمل ايه، وانا هخلي الرجاله تقفل الورشه وتجيب لي المفتاح لحد ما انت طبعا تكون اتاكدت الورق ده مظبوط وصح. او تليفون تكلمني تقول لي لا خلاص ما تحبسنيش وما تقفلش الورشه عشان الرجاله دي كلها لازم تاكل عيش. براحتك، قدامك حلين وانت اللي تختار، انت حر. يعني كان الملعوب اللي انت بتلعبه ده مش هيعدي على خير يا معتصم يا مسيري. لا 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 لا، ما تعملش كده، بلاش. انا كده هزعل منك، كده هلغي العرض التاني خالص، مش هيبقى فاضل لك غير الحبس وقفل الورشه. خلاص يا مسعد، سيبك منه دلوقتي، خلينا نشوف هنعمل ايه. والله يا رجاله انا مش عايز اقطع عيش حد ولا امشي حد ولا اقفل الورشه. لو الورشه دي اتقفلت هيبقى هو اللي قفلها مش انا. هو اللي هيبقى بدى مصلحته عليكم انتوا، على شغلكم وعلى رزق عيالكم. يعني مشكلتكم مش معايا، هتبقى معاه هو. انا قلت اهو، اللهم بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم. احنا اتغدر بينا يا مسعد. انا ياما حذرتك من كريم الزفت وصبري ده، اهم غدروا بينا يا عم. اسكت لهم المره دي كمان يا مسعد. نورت بيتك ومطرحك. انت مش متخيل كان وحشني قد ايه. انا ممكن اسامحك على اي حاجه في الدنيا الا حاجه واحده بس، انك ما ترضيش ترجعي الا لما القضيه يتحكم فيها، دي مش هعديها. كان كابوس يا معتصم،
بقى انا مش امينه على بنتي وماشي مش كويس؟ فانا قلت لك يا حبيبتي بقى خلاص، هو حتى لو هيكسب القضيه احنا معانا اللي يخليه يتنازل عن الحضانه غصب عنه. انا على قد ما الكلام ده بيريحني على قد ما بزعل قوي على ريم. انا كان نفسي علاقتنا بابوها تبقى طبيعيه عشان ابقى فعلا مطمنه عليها. معلش يا حبيبتي، دي حاجه مش في ايدينا لوحدنا، معلش. واحنا كده كده نبقى نرجعك بعد شويه يعني الحضانه بشكلها الطبيعي، بس بعد ما نطمن من رد فعله انه خلاص يعني ارتضى الامر الواقع. نفسي يا معتصم، نفسي كل حاجه في حياتنا تمشي طبيعي، تمشي في هدوء في سلام. نفسي ان شاء الله حبيبتي، متقلقيش. تعالي اتفضلي. اكلت اكلك كله؟ ايوه. اكلت اسر معاك؟ ايوه بجد؟ خليك هنا. انت عايز ايه يا مصطفى؟ كنت عايز اشوف بنتي، طالما انك حرماني منها قلت اجي احاول اشوفها. انت كنت بتشوفها؟ عمرنا ما اخرناها عليك في ميعاد. خدنا ايه من كل ده؟ حاولت تحرمني منها بكل الطرق القذره. هو انت ايه عايزه كل حاجه؟ طول عمرك هتفضلي كده مش هتتغيري. عايزه تفضلي متجوزه الغني اللي معيشك مش عارف ازاي وعيالك في حضنك، ويولع بقى اي حد عايز اي حاجه قصاد اللي انت عايزاه، صح؟ ممكن توطي صوتك لو سمحت؟ في وسط كل ده عايزه تباني قدام الناس طيبه ملاك، اللي قدام الناس مش عايزه اي حاجه غير عيالك في حضنك. بس انت انانيه مؤذيه ومش عايزه اي حاجه غير اللي في دماغك وبس. بس انا مش هعديها لك المره دي يا باسم. انا عمري ما اذيتك يا مسعد، عمري. كل اللي كنت بعمله اني بحاول احوش اذيتك عني وعن بنتك بس. انت كده ما اذيتنيش، امال لو اذيتيني هتعملي فيا ايه؟ اوعي تفتكري انك مش تندمي على الاذى ده كله. وبيشوفي هتقولي ايه لبنتك لما تعرف انت وجوزك عملتوا ايه في ابوها. لو سمحت يا مسعد خلي ريم بره مشاكلنا خالص. انا عمري ما قلت لها عنك حاجه وحشه، عمري. لحد دلوقتي والله ما بقولهاش عنك غير كل خير. ولو كان على موضوع الرؤيه انا ما عنديش مشكله ان كل حاجه ترجع زي الاول، بس توعدني ان انا مش هسيبك يا باسم، مش هسيبك. ولو البيه جوزك فاكر انه هدني باللي هو عمله ده فانا ما بتهدش. هتشوفي يا باسم، لان انا في الدنيا دي مفيش حد يهمني غير بنتي، وان اشوفك مذلوله ومش عارفه تشوفيها. هو ده كل اللي انا شايفه في حياتي دلوقتي. مفهوم؟ بابا اهلا. ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان يا بابا. حبيبتي. يلا يا ريم. عايزه اقعد مع بابا شويه. يلا يا ريم، مش دلوقتي. روحي يا حبيبتي مع ماما، مش دلوقتي مش دلوقتي. مصطفى يلا. ريم، انا هدخل اخد دش، خلي بالك من يونس. انا نازله اهو. اهلا 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 حبيبه بابا، وحشتيني. وانت كمان. عامله ايه؟ كويسه؟ بصي جبت لك ايه؟ جبت لك الحاجات اللي انت كنت عايزاها. ايوه هي دي. ها؟ حلوه؟ حلوه قوي. بس جبت لك كمان الالوان دي
حلوه. يلا بقى تعالي نروح نجيب بقيه الحاجه. هي مش معاك؟ لا ما احنا هنروح نجيبها بقى سوا. ماما ممكن تزعق لي. لا ولا هتزعقلك ولا حاجه، احنا هنكلمها نقول لها ان احنا هنروح نجيب الحاجات وان احنا يعني هننبسط قوي النهارده. ماشي؟ يلا اتفضلي. هاتي بقى موبايلك عشان نكلم ماما نقول لها. خدي حاجتك اهي. ايوه. احنا هنروح بقى نقضي اليوم مع بعض. خلاص ماشي، موافقه يعني؟ طيب خلاص ماشي، يلا سلام. خلاص كلمت ماما اهي وهي وافقت ان احنا نقضي اليوم كله سوا. مبسوطه؟ تحبي تروحي فين بقى؟ اي مكان. يلا اي مكان. يلا اتفضلي. هاتي بقى موبايلك عشان نكلم ماما نقول لها. خدي حاجتك اهي. ايوه. احنا هنروح بقى نقضي اليوم مع بعض. خلاص ماشي، موافقه يعني؟ طيب خلاص ماشي، يلا سلام. خلاص كلمت ماما اهي وهي وافقت ان احنا نقضي اليوم كله سوا. مبسوطه؟ تحبي تروحي فين بقى؟ اي مكان. يلا اي مكان. اخوكي صحي يا ريم؟ اخوكي صحي ولا لسه؟ ريم. 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 نهار اسود. ريم. ريم. نهار اسود. ريم. يا نهار اسود. مقفول ليه؟ استر يا رب. يا معتصم الحقني، انا مش لاقيه ريم. ايه رايك؟ حلو والله، حلو جدا. ايه مقاسه مظبوط؟ عاجبك؟ انا بحب اللون ده قوي. جميل قوي جميل قوي. خلاص خليكي لابساه. ماشي. كنت عايز برضه اوريكي بقى ايه. شفت بص البيجامه دي حلو، بس انا عندي بيجامات كتير. طب وماله، نجيب واحده كمان. مش عاجباكي؟ حلوه. تعالي نشوف مقاسها بس النبي لو سمحتي. ايوه يا فندم. ده مقاس البنت ولا نشوف مقاس تاني ولا ايه رايك؟ اوكي ده مقاس. خلاص تمام، ناخد ده بقى. السلام عايز حاجه عليكم. تانيه؟ وعليكم السلام. عامل ايه؟ اوعى يا عم، اوعى يا عم، لما نسلم على القمر ده. حبيبة عمو مانع، عاملة ايه؟ الحمد لله. خلصت؟ خلاص يلا بينا. يلا بينا. خلاص عمو منى بقى يجي يتفسح معانا. ماشي. خلاص خليكي بقى لابساه وهاتي هدومك ونشوف نحاسب على مش عايز تجيب حاجه؟ السلام عليكم. ناخد ده واللبسه البنت. هاتي بقى ده كده. اهدى يا بسمة، ان شاء الله هنلاقيها ان شاء الله. ايه يا معتصم؟ ايه شفتها؟ الحمد لله لقيتها. تفريغ الكاميرات جايبها وهي بتسلم على ابوها ونازله السلم. الحمد لله انا معايا الفيديو. طب وريني. الحمد لله. الحمد لله ان احنا لقيناها. يا جماعه الراجل ده ما ينفعش معاه الادب. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه بصراحه. والنبي بلاش ترزانه انت كمان. مش عايزك تقلقي من حاجه، هنرجعها غصب عنه.
نزلني يا معتصم. حاجة عبلة، حاجة عبلة، ايه في ايه؟ ريم فين؟ بنتي فين؟ ريم؟ وديتي البنت فين؟ هي مش معاكي؟ هو مسعد فين يا حاجه؟ معرفش، ما تكلموه. مسعد خد ريم من قدام البيت واختفى. يعني مسعد مش فوق يا حاجة؟ والنعمه الشريفه ما فوق. سماح؟ مسعد ما جاش بريم هنا يا سماح. لا 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 لا، انا هكدب عليكي يا بنتي. وبعدين البنت لما تضيع لازم تبقى مع مسعد. لا احنا شفناه في الكاميرات وهو بياخدها، والموضوع ده مش هيتسكت عليه بعد كده. وتليفون ريم وتليفون مسعد مقفولين، لو معاك انت تليفون ولا حاجه كلميهم على الاقل نطمن. هم يمكن هنا ولا هنا ومفيش شبكه. وبعدين هي لما تبقى مع مسعد، هو مسعد هياكلها يعني؟ سماح منعم فين؟ خرج من الصبح والله. طب ممكن طيب تكلميه عشان ممكن يبقى عارف هما فين. طيب حاضر. الو يا سماح. ايه يا منعم، انت فين؟ اكون فين؟ في مشوار شويه كده وراجع. مسعد معاك؟ لا مش مع مسعد. ايه هو مش عندك في البيت؟ مسعد فين؟ مش عرفنا يا سماح. اخر مره شفته امبارح بالليل. منعم. هو ايه اللي منعم؟ في ايه؟ بتسالي عليه ليه اصلا؟ اديهولي والنبي اديهولي. ايوه يا منعم. الو. مريم. ايوه انا عايزه بنتي والنبي، وحياة بناتك قول لي مسعد اخدها، قول لي هما فين؟ وانا هعرف بنتك فين ليه ان شاء الله. والنبي يا منعم قول لي بنتي فين؟ خلاص يا حبيبتي انا هتصرف. يلا بس تعالي يلا بس يلا. ايه بتصغري لي كده ليه؟ والمصحف ما اعرف. ربنا يستر بقى. اوه سماح تاني. عايزه ايه دي؟ ما تردش. بقول لك ايه، انا لازم ارجع على طول. سماح وامك هيعملوا حوار. وصلنا وارجع لهم على طول. انت مطمن للراجل اللي انت هتستخبى عنده ده؟ يا صاحبي يا عم، ياما خدمته اصلا واحنا في السجن. هو مش هيعملها معايا يعني، وبعدين انا مرسيه على اللي فيها. لو تستخبى عنده قد ايه؟ اسبوع كده، عقبال ما يخلص لي الورق والمركب وكل اللي لازم منه يعني عشان نسافر على طول. انا مش مطمن يا مسعد. يعني الفيلم ده برمته بصراحه كده مش داخل ذمتي، مش مستريح له. وعلى فكره امك لو جالها علم باللي بيحصل ده قسما عظما ما هتحلك. بس خير خلينا نستنى الاسبوع اللي انت هتقعده ده. حلها الحلال ان شاء الله. طب وبعدين؟ وهو مهاب ده هيعمل ايه بس يا ابني؟ هيعمل كتير يا عم، بس يظهر الاول بس. طب ما نجيب مكانهم من التليفون. ما تليفوناتهم هما الاتنين مقفوله يا يوسف. طب استني كده هجرب حاجه. الو. ايوه يا علي. اعملي حسابك بس ان ممكن يكون شايل السيم كارد مش قافل التليفون بس. حتى لو الموبايل ده فيه اوبشن انك تقدر تتتبع الموبايل حتى لو ميت خالص، يعني مش محتاج ولا نت ولا حتى سيم كارد. يا رب بس بسمه تلاقي الايميل والباسورد. في امل يا بسمه. جربي كده. طب حاجه تانية. يا رب تكون هي دي، انا مش لاقيه غيرها. يا رب. فتح. طب هما فين؟ هنعرف حالا، ثانيه واحده. التليفون في نقطه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، بس بيتحرك. كده مسعد مش ناوي يوريني بنتي تاني. لا يا حبيبتي لا، احنا هنفضل ورا التليفون لحد ما نوصل لها، ما تقلقيش يا حبيبتي. طب يلا بسرعه عشان نلحقهم. يلا يلا بسرعه قبل ما يبعدوا اكتر من كده. يوسف هو احنا هنعرف نوصل لهم كده من غير ما عليا تبقى معانا؟ صح. انت تعرفي تيجي معانا؟ مفيش مشكله، هكلم ماما ابلغها. بس بجد شكرا جدا، مش عارفه اقول لك ايه. يلا يا جماعه يلا بينا بقى. لا يا عم بعد اذنك خليك انت مع نوح، عشان لو احتاجنا نعمل حاجه هنا ما نبقاش كلنا مش موجودين يعني. بس تبقوا طمنونا كل شويه والنبي. خلي بالك من العيال. خليكي بس ما تخافيش. وقال لي انه قاعد جوه. اهو ده.
الشقه قدامها كام ساعه تفضى وتبقى جاهزه، يعني على العشاء ان شاء الله تروحوا عليه، واحنا كده كده هنتغدى مع بعض. لا 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 عدم لا مؤاخذه، اللي هو كام ساعه ازاي يعني؟ ما انت عارف اللي فيها، الدنيا زمانها ولع هناك. انا لازم ارد بسرعه، او قال له يعني طفي الحريقه دي. خلاص ناخد منك الشنط ونتصرف احنا. ونتصرف ليه؟ احنا هناخد الشنط على البيت عندي، وكده كده هنتغدى هناك، والاستاذ منعم هيتغدى معانا. يدوم عمنا يدوم، معلش نعوضها مره تانية ان شاء الله. معلش برضه احنا يعني مش عايزين نتقل عليك يعني طبعا. احنا ممكن احنا ناخد الشنط، منعم يوديها البيت، وبعدين ناخد البنوته وافرجها اسكندريه شويه، وبعدين بالليل بقى نبقى نطلع على الشقه يعني لو الدار امان. اه طبعا امان، بس الغدا عندي في كل الاحوال سواء في البيت او بره. كلك واجب والصحاب. انا هكتب لك العنوان واكلمهم يستلموا منك الشنط. يا سعيد ورقه وقلم لو سمحت. الحمد لله على السلامه يا ابو الصعود. الله يسلمك. نورت اسكندريه يا استاذ. الله يكرمك. الموبايل ما اتحركش من مكانه بقاله تقريبا نص ساعه. في بيننا وبينه قد ايه كده بالظبط؟ ساعه. يا رب يا رب. اديك شايف هو يا ابن والدي، انا معاك لاخر نفس، ولا اقعد اقول لك بقى انت ماشي في سكه غلط ولا اي حاجه من اللي انت مستني تسمعها مني. بس انا مش شايفها من غيرك يا موسى، حتى مع كل القرف اللي انت معايشنا فيه بقالنا كام سنه مش عارف اشوفها من غيرك. مش عشان لما بعمل مصيبه بلاقيك في ظهري، لا، بس عشان لو حصل لي اي حاجه ببقى متاكد ومطمن ان البيت في امان، امك في امان، حتى البنات. عشان هي كده يا موسى، حلاوتها واحنا مع بعض بنكمل بعض حتى في النصايح. فكر فيها يا موسى، لاجل حبيبك النبي فكر تاني، احنا لسه على البر. انت عايزني اضحي ببنت يا منعم؟ فاكر انها سهله عليا يعني ان انا اسيبك انت وامك؟ انا برضه مش شايفها حلوه غير بيكم، لكن انا مش هينفع اسيب بنتي البسمه وجوزها واتذل انا بقيت عمري. احنا هنلاقي لها حل، احنا طول عمرنا بنلاقي لها حل واحنا سوا. قفلت خلاص، قفلت نعم. انا ما صدقت لقيت السكه دي خلاص. يا دفا انا خايف تبقى بتضحي ببنتك وبينا كلنا. مبقاش له لازمه الكلام ده بقى يا منعم، خلاص انا مش ناقص النبي. خلاص خلاص بقى، بتشوف يا عم اخويا الكبير، مالك ياض مستغرب ليه؟ طب وحياة عبد انا دايما بشوفك اخويا الكبير. على نفسك ياض. هما فين دلوقتي؟ الموبايل لسه ثابت في نفس النقطة. بصي هما تقريبا استقروا هنا. ده بعيد عن هنا قد ايه؟ تقريبا نص ساعة، 34 دقيقة بالظبط. بص كمل على طول زي ما انت. بسرعة يا معتصم الله يخليك، بسرعة. يا رب. بابا ايه يا روح؟ انا عايزه اكلم ماما، هي اكيد دلوقتي قلقانه عليا قوي. هتبقى قلقانه عليكي ليه؟ ما هي عارفه انك معايا، مش تبقى قلقانه ولا حاجه. طب انا عايزه اكلمها، هي اكيد دلوقتي بتكلمني نشوف انا مبسوطه ولا لا. انت مع ابوك يا ريم، اكيد هي عارفه انك مبسوطه. هي عارفه ان احنا هنبات هنا؟ وبعدين معاكي بقى، انا كنت عايز الرحله دي ان احنا نبقى سوا، نقعد ناكل سوا، نتفسح، نعمل حاجات، ما تقعديش بقى تزني على حاجات تافهه. انا مش بزن ولا حاجه، انا بس عايز تليفون اكلم ماما طمنها عليا. ما تنسي موضوع ماما ده خالص يا ريم، مفيش ماما ولا في تليفون كمان اهو. انا اسف انا اسف انا اسف حبيبتي، انا مش عارف اتعصبت كده ليه. انا هصلحهولك صلحهولك حبيبتي، وهنكلم ماما. والنبي ما تزعلي مني، والنبي ما تزعلي حبيبتي، انا اسف. هصلحهولك، تعالي. انا هصلحهولك عند الراجل اللي هناك ده، ماشي؟ تعالي. هيصلحوا لنا على طول، والنبي ما تزعلي مني.
نبي بالسعادة. الشعام هيصلحوا لنا على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش وحياتك شوف لي الموبايل ده عايز يتصلح. وده ايه اللي عمل فيه كده؟ وقع. ده وقع ودست عليه تريلا. تريلا ولا جرار، مهم يتصلح ولا لا؟ بالهداوه يا استاذ، كل حاجه بتتصلح. عدي عليا بكره اخر النهار كده استلم. بكره؟ اصل هو ده موبايل البنت وهي محتاجاه يعني ضروري. طب قول يا رب يشتغل بس. طيب معلش بقى يا ريم حبيبتي، نبقى نيجي بكره ناخده لما يتصلح. ماشي؟ ماشي. شكرا. عفوا. بص بقى يا بابا جايب لك ايه؟ ده ايس كريم انت بتحبيه. شكرا يا بابا. وجبت لك بقى برضه معلقه، انا عارف ان انت ايه برضه ما تحبيش كده تاكلي من غير معلقه، صح ولا ايه؟ انا جبت زيك برضه. المكان هنا حلو قوي. اسكندريه جميله جدا. واللي هناك دي اسمها قلعه قايتباي. بس هنا تمام. هو المفروض ان المكان هنا، بس مش هنعرف نحدد هي فين بالظبط. احنا ندور حوالين المكان بقى. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نتفرق في كذا اتجاه كده واللي يوصل لحاجه يبلغ التاني. يلا. عليا تعالي نسأل احنا كده. ماشي يلا. بقول لك ايه، تعالى نسأل لو سمحت. شفت البنوتة دي؟ لا ما شفتش حد. كانوا موجودين هنا فعلا واتحركوا من اقل من نص ساعه. مشوا في الاتجاه ده. ازاي والموبايل مكانه هنا؟ عليا انت متاكده ان احنا واقفين صح؟ ايوه طبعا من ساعه ما قلت لكم، وبعدين المكان جايب ان هم ما اتحركوش من هنا. طب ماشي خليكم انتوا هنا راقبوا لي اللي داخل واللي خارج من اي حته، وانا وبسمة هنلف على المحلات ندور. ها يلا. ما تقلقيش، هم ان شاء الله قريبين مش هيبعدوا يعني. احنا خلاص متاكدين ان هم هنا. تلاقيهم بياكلوا بقى، دخلوا محل هنا ولا هنا، هنلاقيهم ما تقلقيش. يا رب منتصر يا رب. المحل يا باشا كل يوم بيخشوا ناس اشكال والوان، اللي داخل بابنه واللي داخل ببنته. هسيب انا اكل عيشي بقى واركز في مين اللي دخل ومين اللي خرج؟ يا عم واحنا بنطلب منك حاجه صعبه، ما تركز معانا بقى. مالك في ايه؟ معلش انا هوري لك صوره البنت، وهي لو جت هنا هتبقى جت من شويه صغيره مش من كتير. هي دي اسمها ريم. شفتها دي قبل كده؟ هي جت مع واحد وشكله كده ابوها، وكانوا جايبين موبايل عشان عايز يصلحه. ممكن اشوف الموبايل؟ طب مش هفهم ايه الموضوع الاول؟ يا معلش سيدي والنبي. دي تبقى والدة الطفلة. خلص بقى وانجزنا لو سمحت من فضلك يعني. وريهوني لو سمحت. هي البنت كانت كويسه؟ كانت كويسه زعلانه طبعا على الموبايل، بس كانت كويسه. بس هي كويسه ما فيهاش اي حاجه. كويس الحمد لله. هو هيجي يستلمه امتى؟ هو انا قلت له يجي يستلمه بكره، بس انا ما بداتش الشغل فيه لسه. بكره الساعه كام؟ هيجي الساعه كام؟ يعني انا قلت له اخر النهار كده. تمام ان شاء الله هنبقى نجي لك بكره ان شاء الله. الحمد لله اطمنا. اهدي بقى خلاص الحمد لله. شكرا. السلام عليكم. اهدي بقى. بس البحر جميل ازاي؟ اطلعي بقى ايه، اطلعي اوبا. لا استني بقى، ده انا لازم اصورك بقى. تعالي كده تعالي كده. قمر.
منعم جاب الشنط اكيد اهي. ها؟ الله، شقه جميله مش كده؟ ها؟ شقه جميله جدا. تعالي بقى نشوف الاوضه دي. تعال. الله، هي اجمل حاجه في الشقه دي انها بتشوف البحر. طبعا الصبح هيبان احسن. ايه رايك؟ عجباكي اوضتك؟ حلو. حلوه؟ هو احنا هنقعد هنا قد ايه؟ نقعد شويه. الشقه مش عاجباكي ولا ايه؟ هرجع لماما امتى؟ مش انتي على طول قاعده مع ماما؟ تقعدي مع بابا شويه بقى. ما انا عايزه اقعد معاك بس برضه عايزه ابقى مع ماما. طب تعالي نشوف الشقه، تعالي نشوف بقيه الشقه، نعرف اوضه بابا فين. هنا اكيد المطبخ، اكيد ده الحمام. هنا اوضه بابا بقى. ايه يوسف؟ ايه يا حبيبي بقيتوا فين؟ لا لا انا كويسه ما تقلقش. لا لا يا يوسف، علي يا حبيبي ترجع لاهلها، مفيش داعي تفضل معانا، حرام. خلوا بالكم بس من نفسكم، ولما تروح كده طمن بابا واتكلم معاه. انا كلمته والله بس هو برضه قلقان قوي. ماشي حبيبي، طمني لما توصل. مع السلامه. بكره الصبح مفيش فرد شرطه فيك يا اسكندريه مش هيبقى معاه صورتها. متقلقيش بقى، ان شاء الله هنلاقيها، واحنا خلاص اتاكدنا انها في اسكندريه، وهي في الاول وفي الاخر مع ابوها يعني. مسعد بقى عامل زي المجنون يا معتصم. يا عالم عايز يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ما يعمل اللي هو عايزه. هيأذي بنته يعني؟ هنلاقيها والله يا حبيبتي، ما تقلقيش بقى، ان شاء الله خير، ما تقلقيش. الو. الو، انت فين دلوقتي يا بسمة؟ خير يا حاجه، في ايه؟ بنتك في اسكندريه مع ابوها، ما تقلقيش عليها، بس روحي هاتيها قبل ما مسعد ياخدها بره. انت بتقولي ايه يا حاجه؟ ياخدها بعيد فين؟ مش فاهمه. ما تضيعيش وقت يا بسمة في كلام ملوش لازمه. انت عايزه بنتك وانا عايزه ابني وحفيدتي. طب انا كمان في اسكندريه دلوقتي، ممكن تقولي لي هما فين بالظبط؟ سماح هتبعت لك العنوان حالا من التليفون ده هو، بس من غير مشاكل يا بسمة يا بنتي، لا منك ولا من جوزك. انا اللي بقول لك اهو على اللي ابني هيعمله، ومش عايزه غير ابني في حضني وحفيدتي معاه، ومعاك انت كمان. وانا والله مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير بنتي تبقى في حضني، واوعدك من غير اي مشاكل. طيب يا بنتي، سماح هتبعت لك العنوان. ماشي، كتر خيرك يا حاجه. عرفتي حاجه؟
اهلا، صباح الفل. انا صحيت قبليكي وجبت لك احلى فطار اسكندراني. انت ما غسلتيش وشك؟ طب خشي اغسلي وشك انت كده وفوقي، وقبل ما انا اجهز لك الفطار. ماشي؟ هي دي العمارة تقريبا الدور الثالث. طب يلا. طب استني طيب يا بسمة، استني يا بسمة. بسمة ريم، 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 ريم. يا ريم، بنتي فين يا مسعد؟ كانت هنا من 5 دقايق. يعني ايه؟ يعني راحت فين يا هربت. يعني ايه؟ خلي كل واحد فينا يروح في اتجاه يدور، واللي يوصل لحاجة يبلغ التاني. منك لله يا مسعد، تعالي بس من منك هنا. لله. يلا هنلاقيها هنلاقيها هنلاقيها. عمو انا تايهه وعايزه اروح لماما. تروح لماما فين يا حلو؟ في القاهره. القاهرة مرة واحدة؟ وعاوزة كام بقى ولا مين اللي بعتك يا أمورة؟ طب وسعي كده حبيبتي على جنب عشان الناس تعرف تدخل. يلا حبيبتي. اعمل ايه؟ ضيعت بنتي، ضيعت بنتي يا مسعد. يا بس اهدى. ضيعتها منك لله. سيبيني ادور عليها يا بس، سيبيني هنلاقيها ادور عليها. هنلاقيها. دور عليها، دور على بنتك. تعالي. بنتي يا معتصم. امشي ما تخافيش، هنلاقيها. بنتي يا معتصم. هنلاقيها ما تخافيش، اهدي بقى. قاعدك يا شاطر، بتعيطي ليه؟ عايزه اروح لماما. ليه، هو ده مش بيتكم؟ لا. طب تعالي ما تعيطيش، ما تخافيش، تعالي. ما تخافيش. فضلك، شفت دي؟ تقريبا شوفي شفتها كويس. مع ولد تقريبا، يعني ماشيه اخر الشارع يمين. من هنا تقريبا، تقريبا. طيب شكرا شكرا.
السلام عليكم. معلش لو سمحت، شفت البنت دي قبل كده؟ لا والله ما شفتهاش خالص. صدقني. الف شكر. شكرا. يا ريس مساء الفل. مساء الخير. معلش هو شفت البنت دي قبل كده؟ ايوه لسه كانت هنا من 5 دقايق. كانت فين يا ريس؟ تقف هنا مع الواد سامح اللي شغال في محل البقاله. وراحوا فين بقى بالظبط؟ هما ايوه بسمة. بقول لك ايه، انا واقف مع حد دلوقتي بيقول ان هو شافها هنا من 5 دقايق. هبعت لك لوكيشن. يلا سلام. يا ريس. شاف محل البقاله اللي هناك ده؟ ولا سامح بيشتغل في دليفري. انا شفته هو وهي واقفين عند سلم العماره هناك من 5 دقايق. طب راحوا فين بعد كده؟ استاذ معاك؟ ايوه ده ابوها. ما خدوا بعضيهم هنا ومشوا، بس انا ما لحقتش اشوف اي حاجه بصراحه. شكرا. تعالي يلا تعالي. بقول لك ايه لو سمحت. ايوه شفتش عيله صغيره شعرها طويل كده ماشيه مع واحد؟ لا ما خدتش بالي. لا ما شفتش. بسرعه من فضلك، موضوع حياه او موت، من فضلك بسرعه. انا بنتي معايا يا حاج، ممكن تقول لنا الرقم بسرعه الله يخليك؟ بسرعه من فضلك. 0100. ايوه ايوه. الو. سامح معايا؟ ايوه مين بيتكلم؟ انا ابو ريم اللي انت كنت واقف معاها من شويه. ابو مين وريم مين؟ النمره غلط يا استاذ. ليه مش انت سامح اللي شغال في محل البقاله؟ هي ريم معاك؟ ايه يا معتصم؟ قفل السكه في وشي. يعني ايه قفل هكلمه تاني، انا هكلمه تاني. ابوك عرف تليفوني، ولو وصلتك المحطه ولا عملت لك اي حاجه هيأذيني. هو انا كده عداني العيب. انا هركبك من هنا مشروع وانا هديكي فلوس، وهو يوصلك عند محطه مصر، وهناك يبقى اسالي وان شاء الله باذن الله هتوصلي، ما تقلقيش. تخافش بابا مش هيعمل لك حاجه، وديني بس المكان اللي اروح منه لماما والنبي. هو انا عملت اللي عليا. ودي ريم فلوس المشروع اهي، وتعالي انا هركبك. يلا ريم. بابا مبروك. شكرا جدا. شكرا. شكرا. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. والدفعه الاخيره ان شاء الله اول ما هاخدها من خالي هجيبها لك على طول. لا براحتكم خالص. احنا مقدرين والله يا معتصم بيه، يعني ان الفلوس ما تجيش نص اللي انت دفعتهم لكريم وصبري الزفت دول. ما فيهاش حاجه والله، فرقها بسيط، مفيش حاجه. ربنا يديم المعروف. وقفتك معانا الكام شهر اللي فاتوا دول برضو ما يتنسوش الصراحه. والله ما فارقه في اي حاجه. واحد في بيتها، اعتبرها هديه لبنتنا ريم. اتفضل 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 اتفضل. خلاص يا ريم، مادام مش عايز يبقى شبعان. فاضل قطمتين بس. طب كليهم انت، هو مش عايز خلاص. يلا عشان بابا جاي. تعالي تعالي حبيبي. رجلك احسن دلوقتي؟ احسن كتير الحمد لله. المهم ان ريم معانا وفي وسطنا فداها 1000 رجل. خلصتوا جوه خلاص؟ كله تمام خلاص.
والله يا بسمة يعني احنا مش عارفين نقول لكم ايه، بس انت طول عمرك اصيله وبنت اصول. ربنا يخليك. احنا لازم نمشي بقى يلا عشان نلحق نروح مشوارنا ونرجع نجهز عشان الحفله بتاعت بالليل. صح. احنا كمان هنروح على الورشه وهنشوفك بالليل بقى يا رمروم. اما يا مين النهارده؟ كل سنه وانت طيبه يا قمر. يلا على اذنك. بعد اذنك بعد اذنك. يلا السلام. يا عم ايه رايك في المكان؟ ان شاء الله نبدا بنا بعد اسبوع على طول. والله يا ابني لطيف، المكان عظيم جدا يعني، ربنا هيعوضك خير وهتعمل مطبعه احسن من اللي فاتت وزياده كمان. يا رب ان شاء الله. بس كان نفسي الحاج يكون معايا في لحظه زي دي. حبيبي احنا كلنا معاك وجنبك، مش كده يا بابا؟ ربنا يخليكم لبعض. متاكد ان شاء الله اول ما نرجع نشتغل تاني كل الزباين اللي كانت عندنا هتجيلنا جاري عشان سمعه الحاج بس، الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. ان شاء الله. الله يرحمه. دي مكانها فين؟ هنا كده؟ أيوة. هنا كده؟ خلي ايوه بالظبط كده. كده تمام؟ بالظبط حلو. ماشي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. طيبة. وحشتيني خالص. بنات يلا. وحشتيني. انت كمان قوي قوي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. طيبه حبيبتي. زي الخير. تعالي يا بنتي. تعالي سلمي على ستك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبين. عقبال ما تفرحي بيها يا رب، عقبال ليلتها يا رب. ايه القمر ده؟ ايه ده؟ اتفضلي يا حاج. ان شاء الله خير. اهلا وسهلا. اتفضل يا مالك اتفضل. ازيك يا استاذ محمود؟ الحمد لله. والنبي انا جايه مخصوص عشان خاطرك، انما انا خروجي عزيز من بيتي بقى، بقيت تعبانه بعد ما كبرت. ربنا يديم المعروف يا حاج. وعشان خاطر الاستاذ معتصم يا حاج جيبي لك على راسي من فوق، والله على راسي من فوق. انا ما عملتش حاجه والله، ده هي الورشه ورشه مسعد والله، وربنا يبارك له فيها هو ومنعم. هو ده العشم في ولاد الاصول. اتفضلوا اتفضلوا. يلا بقى يعني يلا يا جماعه اللي هيجي يطفي الشمع معانا. يلا يا ولاد يلا كله يجي لي هنا. يلا يا ولاد يلا يا ولاد كله يجي هنا بسرعه. يلا. يلا اسم الله قمر.